السلام عليكم. اليوم المدير الرياضي للمنتخب زياد الجزيري صرح تصريح واضح وصريح فيما يخص ملف اللاعبين المزدوجي الجنسية. أما قبل ما نسمع تصريح الجزيري ونعلقوا عليه، خلينا نقولوا ثم بوادر إيجابية فيما يخص اللاعب أيمن السليتي صاحب 18 سنة، لاعب فاينورد الهولندي اللي صراحة في بداية المشوار متاعه مع المدرب فان بيرسي قاعد يقدم في مستويات كبيرة برشا في البطولة الهولندية ولا كيف في رابطة الأبطال الأوروبية، وكنا اتفرجنا في مقابلته ضد فريق انتر ميلانو. البوادر الإيجابية خلينا نقولوا ثم النقاط ممكن تحقرها ما تعمل لهاش قيمة، لكن هذه تفهم عقلية اللاعب وكيفاش يفكر فيما يخص المنتخب التونسي. أيمن السليتي على صفحته في الانستغرام عامل اشتراكات مع بعض الملاعبية التوانسة على غرار عيسى العيدوني، وهبي الخزري، حنا بعل المجبري، عمر رقيق، اسماعيل الغربي، وكيف محمد سليمة بن عثمان. هذه راهي بوادر إيجابية ونقاط غاية في الأهمية باش تفهم عقلية أيمن السليتي، لأنه يقول القايل توش مدخله هو في حنا بعل ولا حنا بعل ش مدخله فيه، واحد عمره 18 سنة والاخر عمره 22 سنة، ش مدخله في اسماعيل الغربي، في عيسى العيدوني، وهبي الخازي، تو نقولوا وهبي الخازي ستار وكذا وكذا، لكن ايش مدخلوا فيهم هو عيسى او حنا بعل مجبري بيناتهم 4 سنين. يعني والله لو كان قلنا فرد عمر عادي جدا نقولوا الاخر مع هولندا والاخر مع فرنسا هكا في بطولة أوروبية ولا اللي هو واجهوا بعضهم وعارفوا رواحهم انهم زوز توانسه وصار كونتاكت بيناتهم. تي واحد عمره 22 والاخر عمره 18 سنه، والاخر في فرنسا والاخر في هولندا، عادي جدا. حنا بعد حياته كامله ممكن عمره ما مشى هولندا وعمره ما صار كونتاكت بينه وبين ايمن السليتي، لكن ايمن السليتي انه يكون عامل اشتراك الحنا بعل المجبري هذه راهي عندها معاني كبيره برشا. نفس الشيء فيما يخص اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي مازال الى حد الان ما تقمصش الوان المنتخب التونسي وصاحب جنسيه فرنسيه اسبانيه، ما عنده حتى علاقه بالجنسيه الهولنديه، ومع هذا عمل له اشتراك. لذا تفهم من ايمن السليتي عامل اشتراكات الملاعبيه هذوما لانه يجمعهم درابوتون. ونعاود نقولوها راهي هذه فقط بوادر ايجابيه، ويلزم خدمه كبيره برشا من الجامعه التونسيه في الملف، والملف تحب ولا تكره راهو ماهوش سهل، لكن المؤشرات هذه تفهم بهم انه ثم الكوران بيناتهم ينجم يتعدى. يعني عادي جدا ثم ملاعبيه على غرار ياسين العياري اللي اختار المنتخب السويدي، جاء لا قال ما برا ربي معاكم من الاخر، قصها من الاول، لا اشتراك ولا هم يحزنون، لا تحكيوا معايا ولا نحكي معاكم. لكن البوادر هذه يلزم الجامعة التونسية تلتقطها وتبدأ تخدم عليها، وبالطبيعة حنا بعل المجبري، عيسى العيدوني، وهبي الخزري، هذوما ينجموا ينفعوا في الملف أيمن السليتي. لكن ثم نقطة صراحة نقطة سلبية، واحد كي باش يدخل ويفي للدار، ويفي كي باش يدفع 100,000 من الأول باش يخوك المدام، يبدا يا معلم يسال من واحد اسمعني المدام كذا مريقل عندك الريزو باهي دي بي باهي بجاه ربي صافا كذا تمد لي برسمك المدام خلينا نجربه، فهو مش يدفع 100,000 يا حكايه، وتشوفوا يبدا يسال من الواحد الواحد. فما بالك ايمن السليتي، يعني بالنسبه ليه المنتخب التونسي مساله حياه او موت رياضيه، يختار المنتخب التونسي كل شيء طاح في الماء فيما يخص المنتخب الهولندي. يعني اكيد لهنا حبينا نقولوا انه باش يسال عمر الرقيق، باش يسال خاصه اسماعيل الغربي، لانه حنا بعل ممكن ما نجمش ياخذ برشا بكلامه، لكن عمر رقيق يسألوا مثلا علاش ما تقدمت لكش الدعوه للمنتخب، يعني كي باش يسمعوا مثلا راهم يظلموا كذا وذوما يحكيوا على الملاعبيه المحليين وما نعرف شنو كذا، يمشي يسال من غادي اسماعيل الغربي شبيك انت لتوا ما مشيتش وما تقمصتش الوان المنتخب التونسي، خويا الجو يحكيوا عليه وما نعرف شنو، هذا راهو الكل ياثر بالسلب. وهذاك علاش ديما نقولوا يلزم الجامعه التونسيه تتعامل معامله حسنة مع الملاعبية المزدوجية الجنسية اللي تقمصوا ألوان المنتخب. خلينا نسمعوا توا مع بعضنا تصريح زياد الجزيري فيما يخص اللاعبين المزدوجي الجنسية. نربح مع بعضنا لا قدر الله في الفوبا، لا قدر الله مع بعضنا وكا ونخدموا على روحنا كل مع بعضنا يد واحدة. قاعدين نقدموا زياد في الدوسيي نتاع لي بيناسيونو سليتي شرميتي ابخي بعد الماتشات هذوما، بعد الماتشات هذوما، خاطر الماتشات هذوما معناها ينجموا يقرروا برشا حاجات.
فهمت، ويسهل لنا حتى العمليه معناها الاتصال باللاعبين الاخرين يبداو معناها يخطونا خطوه باش نمشيو للمونديال، تسهل لنا الامور. ولهذا تركيز كلي على الماتشات هذوما اللي جايين، وان شاء الله ربي يوفقنا فيهم. سخيري كلمتوه يخلط الماتش الجاي ولا؟ لا ما يخلطش اليوم عمل لي رام وما يخلطش الحمد لله. معناها خفنا ان تكون البليسور غراف اكثر، لكن الحمد لله. به هذا فيما يخص تصريح زياد الجزيري في ملف الملاعبيه المزدوجين الجنسيه. قال التربص الحادي لزوز مقابلات هذوما عندهم تأثير كبير برشا على مناقشاتنا مع الملاعبية المزدوجين الجنسية. زياد الجزيري يلزمو يفهم حاجة، رك أول حاجة رك مكش مرافق ومكش إداري، يعني المهمة الأولى ليك والرئيسية يلزمك تقنع الملاعبية المزدوجين الجنسية. يعني مكش ما تقنعنا حتى لاعب وتقول مثلا أنا راني نجحت في البوست متاعي مع المنتخب. نعاود نقولها، رك مكش إداري متاع باش يعطيوك ورقة تصحح فيها وورقة وستيل وكذا، وماكش كيف مرافقه هكا قاعد معاهم انا زياد الجزيري هكا ملاعب قديم وكذا وبقدري. لا، انت يلزمك تنجح في ملف الملاعبيه المزدوجين الجنسيه. يمكن زياد انت ما كنتش تتبع في المنتخب في العهده القديمه نتاع وديعه الجريء وكيفاش كانوا يخدموا، مع انه نجحوا في بعض الملفات وابرزها عيسى العيدوني وحنا باعله المجبري. لكن لو كان زياد الجزيري انت ماشي في بالك يعني اقوى ورقه بالنسبه ليك انه المنتخب التونسي يتاهل لكاس العالم باش تتفاوض مع الملاعبيه هذوما، وكانه ماشي في بالك المنتخب باش يتاهل كاس العالم، يعني سيء الكلها باش تجي تحبي والكلها باش تجي تمرد والكلها باش تجي تلحس لك معلم برص امك نحب نجي لتونس وانت تبدا تلوج. لا، حب هذاك وهذاك وهذاك ما قال قبل. لا معلم، راهو انت لو كان ماشي في بالك الزوز مقابلات هذوما باش يقربونا اكثر للتاهل لكاس العالم، لو كان انتصرنا فيهم وباهم تبدا تفاوض مع الملاعبيه، نقول لك راك غلط. لانه اللي سبقوك تاهلوا مش قربوا، لا تأهلوا لكأس العالم. وياسين العياري قال لهم برا ربي معاكم. اسماعيل الغاربي قال لك مازلت نفكر ولا علاقة له بكأس العالم مع المنتخب. نفس الشيء هيثم أحسن. علاش؟ لانه بالنسبه لهم الملاعبيه ذي الحكايه راه مش حكايه تاهل الكاس العالم. كاس العالم شنو المنتخب؟ مو 3 مقابلات. يقول لك يعني انا نمشي معاهم الكاس العالم ويطمعوني بكاس العالم ب3 مقابلات ومن بعد الكارير نتاعي الكل كيفاش عملنا فيها. لذا راهو زياد الجزيري نعاودوا نقولوها كان ماشي في بالك بالتاهل كاس العالم باش تجيب الملاعبيه هذوما راك غلط. يلزم الملاعبيه هذوما تجيبهم بالخدمه، يلزم الملاعبيه هذوما تجيبهم بتوجه صحيح، بفكره صحيح، بفكره واضح الناس الكل. الظلم لا في المنتخب، يلزم تقدروا الملاعبيه الكل كيف كما اللاعب التونسي من اب تونسي وام تونسيه، واللاعب اللي ولد ديبوزفيل وولد لافايت وولد الكباريه نفسه اللاعب اللي موجود لك في روتردام وموجود لك في لندن كلهم سواسي. بالطريقه هذه مع ناس دمادم صحاح راكم تقدروا تنجحوا في الملفات هذوما. لكن لو كان ماشي في بالك بالتاهل كاس العالم باش تنجح في الملفات هذه، نعاود نقولها لك 100 مليار مره راك غلط. واسال اللي قبلك لو فكروا بالطريقه هذه. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه. البياري متوقع كيفاش يقول لكم حظ موفق للمنتخب، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الاوروبيه في الدوري التونسي. تحيا تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، والسلام.